فجأة ومن غير سابق ميعاد أعلن المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها، وطلع ما كانش عايز أبدا إن ده يحصل، بس هي اللي أصرت إن كل واحد يروح في حاله. اتعرض للانتقادات كتير من الناس واضطر يعمل تصرفات ما كانش راضي عنها، واللي طلبه كان غريب جدا، والحكاية طلع فيها تفاصيل كتير. انفصال أحمد السقا ومراته مها الصغير حصل من 6 شهور. هل فعلا أحمد السقا ما كانش عايز وهي اللي أصرت؟ وأخته عملت إيه؟ كشفت تفاصيل محدش كان متوقعها. ويا ترى إيه رد فعل مراته على اللي هو عمله؟ تفاصيل كتير قوي في قصة انفصال أحمد السقا ومراته مها الصغير هتعرفوها خلال السطور الجاية، واللي هتكتشفوا فيها مفاجآت ياما. أحمد السقا خرج الفجر بمنشور على حسابه على الفيسبوك وقال فيه إنه انفصل عن مراته وأم عياله مها الصغير بعد جوازهم ما استمر 26 سنة بحالهم، وكمان عندهم 3 عيال كبار. وكشف إن الانفصال ده حصل من 6 شهور، مش لسه حاجة جديدة. ويا ريت الموضوع وقف على كده وبس، لا ده أعلن انفصال رسمي حصل من 2 شهور وبس. وقال إنه مش هيعيش لأي حد تاني من الستات في الدنيا عشان يقفل باب إن في حد تاني في حياته ولا لا. وقال إنه هيكمل مع عياله زي ما كان، وكمان شكر مراته إن هي ما اتكلمتش في الموضوع الفترة اللي فاتت. البوست بتاع السقا يبان إنه ما كانش عاجبه الانفصال ولا على الهواء، وإن الموضوع فيه تفاصيل كتير. وده اللي أخته سمر كشفته لما كتبت ليه تعليق وقالت إنها بتعيط بسبب اللي حصل ومش مصدقاه، وكمان عايزاهم يرجعوا لبعض عشان يجي رد السقا اللي يأكد كل الشكوك، واللي بيقول فيه إنه فعلا ما كانش عايز، وإنه استحمل كتير، وإن الشيطان بجناحات والملايكة كمان بجناحات. كل اللي فات كان يعدي عادي لحد ما جه التعليق ده، واللي كل الناس غلطت أحمد فيه وإزاي يقول كده على مراته وأم عياله. وده خلى السقا يمسح البوست كله، ما هو غلطان في ناس كتير، وناس فسرت ليه الغلط اللي هو عمله بإن دي الطلقة التالتة، وإن هو وما مش هينفعوا يرجعوا لبعض تاني خلاص، والموضوع كده اتقفل. وما الصغير رغم إن الانفصال من فترة، بس هي تجاهلت اللي عمله السقا ونشرت صور ليها من شغلها وكلام دي طالعة انها عاقلة وبتحاول تتجاوز كل اللي حصل. ولحد دلوقتي سبب الانفصال الاساسي محدش عرفه ولا تفاصيله اتكشف، بس الاكيد ان خلاص القصة كده بينهم اتقفلت، وان ما الصغير دلوقتي ممكن تعمل حاجات كتير من اللي كان احمد منعها عنها، منها انها كانت عايزة تمثل وهو رفض من كتر ما بيغير عليها، وعشان كده قررت تبقى مذيعة بعد ما سنها كبر مش من وهي صغيرة. ومش بس كده، لا ده كمان كان منعها من الاول انها تشتغل مذيعة رغم انه تخصصها الاساسي، وما وافقش على الموضوع الا لما عيالها ال3 كبروا، ومنهم كمان اللي عدى ال20 سنة بشويتين حلوين. انتوا بقى ايه رأيكم في اللي عمله وكتبه احمد السقا؟